بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي قد هالني خطر الخطايا عندي ذنب يتلوه ثان وثالث عنق حنى صار الأسى كالعقد فارحم دموعا قد أضاءت خدي أنت الكريم المرتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي علم عبدي. دعوة إلى تفريغ القلوب من الحرام. اللهم طهر قلوبنا. علم عبدي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال على الله، تعرض فيه صحائف الأعمال على الله. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر الصيام في شعبان، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله. هم أهل الخصوص بيصلوا على النبي ولا لا؟ بيصلوا على النبي. ده جميل جدا. يعني انتوا سلوا بلدكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رائع. كان رسول الله، لا ما بيصلوش. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فسأله سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ قال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع العمل وهو صائم، لأن الإنسان حال الصيام يكون منكسرا لله أكثر، ذليلا خاضعا، حين منع عن نفسه الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، وجلس ينتظر الرحمات، ثم استعدادا لدخول شهر رمضان. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا.
استدل العلماء بهذا الحديث على أن القلوب تملأ وتفرغ. معناه ان القلب بيمتلي وبيفضى، ولذلك تجد بعض الناس قد امتلأ قلبه بالشهوات، بعض الناس قد امتلأ قلبه بالحب الحرام، بعض الناس قد امتلأ قلبه بالحقد، بالحسد، بالبغض. فلذلك إذا جئنا لنزرع في هذا القلب المملوء شيئا من الخير لا يقبل. لما يبقى حاجة مليانة وتكب فيها زيادة، ايه اللي يحصل؟ لما تكب بتطلع خلاص ما بيقبلش، مليانة على الآخر، فعشان كده بتفيض. فلذلك مهما حاولت لهدايته لا يهتدي. اللهم اهد قلوبنا يا رب. فلذلك لقائي معكم الليلة دعوة إلى تفريغ القلوب من الحرام. اللهم طهر قلوبنا. الأمر يحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس مش فاضل ربنا، ومنهجنا هذا يحتاج إلى تفرغ لله، إلى أن يفرغ العبد نفسه لله. ولذلك قلت من العبادات المنسية، من العبادات المهجورة التبتل. التبتل الذي أمر الله به، قال سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل انقطاع، انقطع إليه انقطاعا، تبقى مقطوع لربنا، فضيله، ما وراكش غيره، مشغول بيه. وإن ما كانش كده فإن الله لا يقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال. لابد أن تقتطع له من أعز أوقاتك وقتا ومن أعز أموالك مالا. أخي، أنا أريد أن أسألك، وإحنا مش جايين الليلة دي نتفرج، شغل. فلما أسألك جاوبني، رد عليا. تقدر تقول لي إمتى كانت آخر مرة قفلت على نفسك وقفلت تليفوناتك وقعدت ساعة مع ربنا لوحدك تشتكي له همك وتطلب إعانته وتسديده؟ إمتى كانت آخر مرة عملت كده؟ الراجل الطيب ده بيقول لي عمري ما عملت كده. يبقى مش هتنفع إلا إذا عملت كده النهاردة، الليلة دي، تروح تقفل على نفسك أوضة محدش يخبط عليا، أنا مش فاضي، تقفل تليفوناتك وتشكي ربنا. يا مسلمين، احمدوا ربنا أن ربنا الله. والله العظيم، بالله عليكم تحمدوا ربنا، قولوا الحمد لله. الحمد لله ان ربنا الله. عارف يا ابني، من اعظم نعم ربنا عليك الاسلام. انت اسمك ايه يا رضا؟ اللهم ارزقنا الرضا يا رب. فأل حسن كان يعجبه الفأل الحسن، صل عليه صلى الله عليه وسلم. رضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. بقول لك يا رضا، في من نعم ربنا علينا دين الاسلام. دين الاسلام ده نعمه عظيمه جدا، لانك انت لما تيجي تقرا عن ربنا عند الناس التانية، دول ولا دول ولا دول ولا دول، تلاقي ربهم ايه؟ حاجة تكسف. اما ربنا احنا في دين الاسلام ربنا عظيم جليل كبير، مالك الملك، مالك القوى والقدر، سميع قريب بصير رحيم ودود. الله ربنا
ما انتش محتاج تروح لحد، لا فلان ولا علان، لا الشيخ ولا الامام يوصلك لربنا. انت تدخل وتتوضا، تستقبل القبلة، الله اكبر، تبقى دخلت على الله. يا رب يقول لبيك عبدي. واسلامك يقول لك انه سمعك وشايفك وقريب منك وبيحب يرحم. قلت في درس امبارح حتة وجعتني انا. قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فكأن ربنا بيقول لنا في الآية دي حتى لو بقى قلبك حجر أو أقسى من الحجر برضو ممكن قلبك يسقط من خشية الله. بالله عليكم، مش الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة ربنا في دين الإسلام اللي بيقول لك حتى لو قلبك بقى أقسى من الحجر ففي حجارة بتسقط من خشية الله، فقلبك هيقع من خشية الله برضه حتى لو كان حجر. بعض الناس بيشتكي يقول أنا قلبي قاسي، ما بعيطش، ما ببكيش، أنا حاسس بقسوة قلبي، أما بقرأ قرآن مش حاسس، أما بسجد برضه ولا يهمك. هيلين قلبك ولو حجر، بس استسلم، بس اشتغل، بطل كلام. عشان كده بقول لك الليلة دي في حملة تطهير القلوب علم عبدي. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. تشهد يا رضا؟ قل أشهد أنه قادر على مغفرة الذنوب، والربنا يقول غفرت له إيه؟ ولا أبالي. يلا يا ابني ذنوبك في 60 داهية اتمسحت، غارت خلاص، ولا أبالي. انت مستعظم ذنوبك بقى، معقولة ربنا هيغفر لي كل ده؟ حتى لا والله ده قادر، وهو بيحب يغفر جل جلاله. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل بلى أحب أن يغفر الله لي. هيغفر لك، بس هي بقى مش لعبة. إذا أنت علمت أنه غفار الذنوب قادر ثم غفر لك، المطلب أنك تشكر هذه النعمة. زي ما بقول لك كده، محتاج الليلة دي تقفل على نفسك، تقعد لوحدك، تشتكي لربنا، تشتكي له، تقول له يا رب أنت ترى ما حولنا، الفتن والنسوان والمشاكل والفلوس والنصابين والحرامية والبطالة وغلاء الأسعار. يا رب أنا تعبان، يا رب خد بإيدي، أنا نفسي أبقى إنسان محترم وبقى إنسان كويس، ونفسي إنك ترضى عني. يا رب أنا نفسي إنك تحبني، يا رب حبني، يا رب، يا رب ساعدني، يا رب، يا رب خد بإيدي، يا رب، يا رب تب عليا، يا رب، يا رب كرهني في المعاصي، يا رب، يا رب اصرف عني السيئات، يا رب، يا رب حبب لي الحسنات، يا رب، يا رب خليني أصلي، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. واستشعر إنك بتدعو قريب مجيب قادر قاهر
يغير ولا يتغير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. التبتل لازم لك من النهاردة، من الليلة فصاعدا، كل يوم ساعة لله. يا جماعة 60 دقيقة لله. ما عندكش ساعة لله؟ مش قادر تفضي ساعة لربك؟ ساعة واحدة بس في اليوم. صلي المغرب وافضل قاعد في الجامع لحد العشاء. صلي الفجر وافضل قاعد ساعة بعد الفجر. الحمد لله ربنا كرمنا والفجر بقى الساعة 3، بنخلص صلاة 4. اقعد ل5، اقعد ل6، اقعد ل7 واخرج على الشغل. ما يجراش حاجة. يعني ربنا ما تقدرش تديله من وقتك 3-4 ساعات؟ ما يستاهلش منك؟ شكلك وحش قوي قدام ربنا وانت عمال تضيع في الوقت ليل ونهار، وتيجي عند ربنا ما تقيموا الصلاة بقى عايزين نروح. الشيخ بيطول، شوفوا مسجد بيخلص بسرعة شوية. وراك ايه؟ بتجري على ايه؟ بتدور على ايه؟ التبتل ان تفرغ وقتا لله. عايزين نتعاهد كده ونتعاون. احنا قلنا الليله دي مش جايين نتفرج، جايين شغل، هنشتغل. يبقى عايزين عهد بيني وبينكم ان نفرغ وقتا لله. تبقى فاضي، مفضي الوقت ده لربنا، قاعد ما وراكش حاجه تانية، قافل تليفوناتك، قافل بابك، مشغول بربنا بس، في المسجد، في البيت، في اي حته في الدنيا. المهم انك تبقى قاعد لله. 2، احنا قلنا اول حاجة تفرغ وقت، تاني حاجة تناجيه وتشتكي له، 3 اقعد بقى فضي قلبك، طهره، نظفه، ما تخليش فيه حاجة. لما بنتكلم على ان ربنا جل جلاله أراد أن يرسل النبي محمدا، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أرسله في العرب في قريش، لم يرسله في الرومان كان عندهم حضارة وتماثيل ونصارى، ولم يرسلهم في الفرس كانوا أصحاب حضارة أيضا ويعبدون النار، وكانوا بيزنطيين عندهم فلسفة ونقاش. أرسله في العرب لأنهم قوم بسطاء، قلوبهم فاضية. أنت النهاردة اسمح لي، لو فتحنا قلبك نلاقي بلاوي متلتلة. يا دي يا رضا، انا عايز اسالك سؤال، انت بتحلق دقنك ليه؟ لسه خايف من امن الدوله؟ طيب مفيش، خلاص ما تحلقش دقنك تاني، وعد. طب احلف. خلاص كسبنا واحد بالصلاه على النبي. مش هيحلق دقنه تاني خلاص. من يوم ما بدأنا دروس وأنا أتجول في المحافظات، أظن لم تخلو محاضرة من أن أقول هذه الكلمة ولا خطبة. سئل رجل من السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد من الله؟ قال أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الله.
يطلع على قلبك فإيه؟ فيرى. لو اطلع ربنا على قلبك دلوقتي وهو مطلع، صح؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ربنا مطلع على قلبك، ناظر إلى قلبك. ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ يا ترى ربنا شايف في قلبك إيه دلوقتي؟ أترى في قلبك ما يكرهه الله؟ كيف حياؤك من الله وهو يرى في قلبك ما لا يرضاه؟ هتقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ هي دي ان بقول لك بقى، لما تقعد وتشتكي لربنا، تاني حاجة فتش قلبك، نقي قلبك، طهر قلبك، نقي قلبك، طهر قلبك. افتح قلبك كده ونقيه. بتحب الفلوس؟ من ادعى محبة الله ومال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. في واحدة بتحبها في الحرام، تحب تتفرج على التلفزيون وتشوف التمثيليات والأفلام، بتحب تسمع مزيكا. شوف في قلبك في ايه، في ايه ربنا ما بيحبوش؟ هم الدنيا؟ شيل، طهر، نظف، صنفر، اجلي، ارمي. شيل من قلبك هم وارمي، ومعصية وارمي. ما الذي يعينك على هذا؟ علمك بأن الله يرى قلبك. عارف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كم مرة في سفر فقابله أسد، فمسك ودن الأسد فركها كده وقال له: شوف لك طريق غير ده. فولى الأسد، فقال له غلامه نافع: ألم تخشى هذا الأسد؟ قال: استحييت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من أحد غيره. قالوا: أنا كسفت إن ربنا يشوفني بخاف من حد غيره. بتخاف من مين؟ ما تكذبش بقى. بتخاف من حماتك، وبتخاف من مراتك، وبتخاف من صاحب الشغل، وبتخاف من العسكري، وبتخاف من أمين الشرطة، بتخاف. ما خلينا بقى، اللهم طهر قلوبنا يا رب. خلينا نتوب بقى، خلينا نقول الحق بقى ونصدق عشان نتوب صح. اخوتي، الإنسان يسير إلى الله جل جلاله كالطائر. الطائر له رأس وجناحان. رأس الطائر محبة الله، وجناحاه الخوف والرجاء. تعالوا لنحقق التوحيد في الحب والخوف والرجاء. توحيد في الحب، عشان تقدر تعيش لازم تحب ربنا. عايز أسألك، أنت بتحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ طب ايه الدليل؟ ايه الدليل على انك بتحبه؟ اصل هي الدعاوى كتير. سبحان الله العظيم. انا كنت جاي اكلمكم النهارده عن سيدنا عثمان بن عفان، لكن المواضيع بالارزاق. سيدنا عثمان لما كنت بقرأ عنه النهارده
كان يستحي أن ينزع ملابسه وهو يغتسل. كان لما يجي يستحمى يتكسف يقلع هدومه، يستحي. قال لا، امال كان بيتبول ويتبرز ازاي؟ قالوا كان لا يرفع صلبه، ما يقفش، يبقى ضامن نفسه كده عشان ربنا ما يشوفوش وهو عريان. شوف الناس اللي بتحب ربنا، اللي حاسس. انا عايزك تضغط على كلمة حاسس دي. يا ترى انت لما بتتكلم حاسس ان ربنا سمعك؟ حاسس لما تبقى لوحدك حاسس ان ربنا شايفك ومراقبك؟ لاحظ كلمة حاسس، ما بقولكش عارف، لا كلنا عارفين، لكن انت حاسسها دي من قلبك؟ لو حاسسها ازاي تعصيه وهو شايفك؟ ازاي تكذب وهو سمعك؟ ازاي تغلط وهو معاك؟ لكن المشكلة ان احنا مش حاسين، وزي ما عندنا في الفلاحين بيقولوا الاحساس نعمة، لكن ما حدش حاسس. الحب اللي بيقول انه بيحب ربنا زعم. شرط التوحيد في الحب، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم ارزقنا التوحيد، احينا عليه وتوفنا عليه واجعلنا من اهله. التوحيد، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. التوحيد في الحب، واحد، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. يعني يبقى ربنا أول حب. يبدو ان احنا محتاجين نقعد في الخصوص شوية. ليلتنا فل. نبات. مين معايا للصبح؟ لو صلي على الرسول صلي. ايه ده، انتوا اونطجية ولا ايه؟ طب معاك. صلي على الرسول. اول حب ابن القيم يقول ايه؟ والمحك في هذا الحال يكون في ثلاثة مواقف. أن يهجم ذكر الله على قلبك في أول مفاجأة. يعني ساعة ما تحصل لك أي مفاجأة تقول يا رب. أي مفاجأة. يعني إيه؟ اتزنقت في موقف كده، أول حاجة تعملها إيه؟ لا 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 لا، أنت ما بتقولش يا رب، بتحط إيدك على التليفون. صح؟ هتتصل بحد يجيلك، المعارف والبشوات الكبار، صح كده؟ هو ده. أن يهجم الله على قلبك ذكر الله، يعني عند كل مفاجأة. لو مراتك اتصل بيك قالت لك الواد تعبان شوية، ها؟ ما بتقولش يا رب، بتقول لها وديني الدكتور، بتقول لها عندك مهبط للحرارة اديله، بتقول لها انا جاي لك حالا اهو، هو اخوك فين؟ اتصلي بامك، صح ولا لا؟ متعلق قلوبنا بالاسباب، ما بنقولش يا رب،
بنقول يا رب بعد كده، بيجي نمرة 2 نمرة 3 نمرة 10، لكن مش نمرة 1. ما بتحبش ربنا، معلش انا بقول لك الحقيقة المرة، وانت كده عارفك انا. صلي على الرسول، صلي. هو اللي جابه لنفسه صح. صلي على الرسول، صلي. زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحك نمرة 1 أن يهجم ذكر الله على قلبك عند كل مفاجأة. 2 أن يكون الله آخر ما يخطر على بالك قبل النوم. 3 أول ما يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ. آخر حاجة قبل ما تقول تروح في النوم إيه؟ ما تكذبش، قاعد تفكر هتعمل إيه بكرة، ماسك التليفون، حاطط قدامك تلفزيون، ماسك كتاب بتقرا فيه، مش ربنا، مش بتحبه. ده المحك في المحبة. عايزين من النهاردة ندرب أنفسنا على إن ربنا يبقى على بالنا على طول. مهم قوي دي، مهم قوي في علم عبدي، مهم قوي ذكر الله. مش مسألة انك تمسك سبحة وتقول له مش ده الموضوع. ذكر الله أن يكون الله دوما منك على بال، على طول على بالك. توحيد المحبة أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. يبقى أول حاجة، عارفين الثلاثة اللي كانوا على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار. كلكم عارفين القصة دي مش كده يا سني؟ أيوة أنت سني، اتفقنا برضه. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. آواهم المبيت إلى غار نزلت صخرة فسدت باب الغار. قالوا إيه؟ لو أنا وأنت يا رضا، وأنت اسمك إيه؟ أدهم. وأدهم يعني إيه أدهم؟ أدهم يعني أبيض في أسود. لو أنا وأنت يا رضا ويا أدهم اللي كنا مسافرين ودخلنا الغار ونزلت صخرة سدت باب الغار، احنا قاعدين في الغار كده وفرشنا الحشا وطلعت انت حتتين الطعمية اللي معاك وانا طلعت الجبنة النستو جبنة مثلثات، علبة جبنة، والواد رضا راح مطلع لقمتين شايلهم عيش بلدي من ابو سلم وحطيناهم وبدأنا نتعشى، راحت نازلة صخرة دوب قفلت علينا باب الغار. اول حاجة تقولها ايه يا ادهم؟ كذاب. عمنا الامام المسجد اهو بيقول لي هيقول يا ليلة سودة. ما كانش ليلتك يا شيخ محمد. انا ايه اللي مشاني وراك؟ وهيرد ادهم، يرد الواد رضا يقول والمصيبة ان الفلوس كلها معايا. ويرد ادهم يرد عليه، يغنوا بقى، يغنوا ويردوا على بعض. يقول له شوف التليفون يا عم، مفيش ارسال. طب شوف شبكة تانية. ضحنا خلاص مفيش فايدة. طب زق معايا، زق، ها نزق. والاخر لما نتعب نقعد في الارض يا رب. طب بعد ايه بقى يا رب؟ والكريم يستجيب. يا ما انت غلطت الغلطة دي
خدت ابنك وجريت على الدكاتره ورحت الاشعات والتحاليل والاخر يا رب الواد ما حلتش غيره فشفاه لك. صح؟ كريم، كريم سبحانه وتعالى. بعد ما تجري وتلهج من الايات برضو اللي امبارح يعني ما خلتنيش عرفت انام، قول الله عز وجل: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. مهما جريت عملت قطعت الاسباب في الاخر ما فيش فايده، لن يكون الا ما شاء الله. استسلم من الاول وقول يا رب اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. 2، أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح كل المحبوبات في قلبك مقهورة لمحبة الله. حبة ربنا كده تبقى هي العزيزة في قلبك، أعز شيء في قلبك حب ربنا، وكل المحبوبات التانية بتحب أبوك، بتحب أمك، بتحب مراتك، بتحب الدنيا كلها. حب اللي تحبه بس تبقى محبة إيه؟ مقهورة ذليلة. 3، أن تتبع وتنبع كل المحب في قلبك من محبة الله. ده توحيد المحبة. توحيد الخوف: ألا تخشى إلا الله. ودي نقطة في زماننا وفي اليومين دول بقت مأساة. سمعت اليومين دول ناس من أهل الدين بيقولوا باطل عشان بيطبطبوا على حد، ولا بيسترضوا حد، ولا خايفين من حد. بقت مصيبة. انت خايف من مين؟ قول من امي. امك دماغها في ايد ربنا. بقالي سنين طويلة اقول، سنين طويلة جدا بكرر واقول: هل اليهود لهم رب واحنا لينا رب تاني، وربنا وربهم بيتخانقوا واحنا مستنيين نشوف مين اللي بينتصر، ولا ربنا هو ربهم؟ قولوا لا اله الا الله. ليس في الكون الا اله واحد هو ربنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم. صح ولا لا؟ قادر انه يهلك. لو ربنا يريد ان يهلك اليهود او غيرهم من اعداء الدين يحتاج ربنا وقت قد ايه؟ مفيش وقت. كن فيكون. امال ليه احنا كده؟ ربنا قال كده: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا قادر انه يهلكهم في لحظة، بس يريد ان يرى جل جلاله رجاله. صح كده ولا لا؟ يريد ان يرى: ولنبلونكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هي دي لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما تصلي يا عم على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد عصي، ركب المشركون على أكتاف المسلمين وجرحوا النبي بغلطة. فما بالك النهاردة اللي بيتنكروا لسنة النبي واللي بيئذوا سيدنا النبي واللي بيشنعوا على دين الإسلام. دي أمة تنصر؟ والذين يدعون الدين عمالين يرجعوا لورا. في ايه؟ اثبت وخليك راجل ومعاك ربنا. لا تخشى الا الله. فاذا امتلأ قلبك خوفا من الله
لم يستطع أن يخشى غير الله. تستغرق الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف. فلما يجي يخاف من حد تاني يلاقي ايه؟ مش قادر، ما يعرفش، ما هو خلصان. الخوف عندك بح كله بقى ربنا، ما تعرفش تخاف من حد تاني. هي دي قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجاء، قوة الرجاء. الرجاء من أجمل معاني الإيمان. معنى جميل الرجاء اللي هو إيه؟ زي ما قلت لكم كده، أنا حاسس إن قلبي قاسي، بس عشان من ربنا كريم هيغفر لي ويرطب قلبي. في حديث ما بقولوش غير ما تصلي على النبي 3. حديث ذكره ابن كثير في نهاية النهاية، ذكر فيه أهوال القيامة، وقال ابن كثير إسناده جيد، عشان بس ما يجيش واحد سني من ورايا ويقول لك الحديث ده ضعيف. مش ضعيف، اسكت. ممكن تسكت؟ بقول لك اسكت. اقعد يا ابني، اقعد اقعد، جزاك الله خير. انا بحبكم في الله. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حشر رجل للحساب فوزنت حسناته وسيئاته فرجحت كفة سيئاته فأمر الله به إلى النار. خذوه على جهنم. فلما أخذته زبانية العذاب جعل يتلفت. هم واخدين وماشيين على جهنم، هو كل ما يمشي جعل يتلفت. فقال الله ردوه، هاتوه. ثم قال الله له عبدي ألك حسنة لم تجدها هنا؟ قال لا يا رب. قال عبدي هل كتبت ملائكتي عليك سيئة لم تعملها؟ قال لا يا رب. قال الله له فلم تتلفت إذن؟ ما عملت تتلفت ليه؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله أدخلوه الجنة. قال له ما كانش عشا منك تدخلني جهنم أبدا، أنا بحبك ونفسي أدخل الجنة. عشان كده بقول إن اللي نفسه يدخل الجنة ربنا هيدخله الجنة. بس في ناس الموضوع مش على بالهم، عايش وخلاص، عمال يخبط يمين وشمال، يجري ورا الفلوس ويجري ورا النسوان ويجري ورا الشهوات ويجري ورا الأكل والشرب واللبس والمنظرة والأصحاب واللعب والتهريج والضحك والنكت والكلام في الكورة والسياسة والفن، وناسي ربنا خالص. اللي يرى ربنا من قلبه صدق الرغبة في دخول الجنة هيدخله الجنة. بس الصدق، الرسول قال للراجل كده اصدق الله يصدق. عشان كده توحيد الرجاء أن يكون رجاء عفو الله، رجاء فضل الله في قلبك أقوى من أي رجاء. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك
وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. هو قادر. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلال، قال: شيء لغد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب غد يأتي برزق غد. شيء هم بكرة ليه؟ ربك يجيب رزقه، ربك يفرج همومه. الموحد لا يحمل هما. قل لا إله إلا الله. ما تشيلش هم، اترك كل شيء على الله والله يكشف همومك. إخوتي، في النهاية أريد أن ننصح شيء مهم جدا، هو الذي نستقبل به هذه الأشهر الطيبة: التوبة. اللهم تب علينا. قلبك فيه حاجات مش حلوة، محتاج تنظف قلبك، محتاج تطهر قلبك، عشان ربنا شايفه وهيحاسبك. الحل الوحيد التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طهارة القلب، المتطهرين. فلذلك توبوا، حدد ذنبك واستحضر أن الله يراه، واشعر أنه يسمعك، وأقبل على قلبك وقل: تبت إلى الله. قل: تبت إلى الله. قولها بجد، قولها من قلبك. حس ان ربنا سمعك، استحي منه وانت بتقول: تبت الى الله. من قلبك، قولها في قلبك، ربنا يراها في قلبك. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اغفر للموحدين من أهل الخصوص. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. آمين يا رب.